لازم اهتم بحاجات كتير اسمها العوامل المساعده للاصابه بنزلات البرد. يعني انا البرد موجود عندي دلوقتي، نسبه البرد في المجتمع هتيجي كام؟ تقريبا 22%. يعني لو ضربناها في مصر 90 مليون، يعني عندك هيبقى في الموسم حوالي 22 مليون. وخلي بالنا قلنا هيجي لنا واحنا مش جريانين، لان 20% من العدوى بدون اعراض. تمام. يبقى دي كلها نشرب الحاجات دي كلها ونهتم بحاجات جديده زي عوامل المساعده. ازاي بقى؟ قله المناعه هتجيب لي نزلات البرد. قله النوم ازاي؟ طلع اللي بينام 8 ساعات بيبقى معدل نزلات البرد عنده 22%. طب اللي ينام 7 بيزيد النسبه دي تزيد حوالي 3 اضعاف، يبقى 66. لو 6 ساعات هتبقى 4 88. لو 5 ساعات بتبقى 4 اضعاف ونص. طلع كمان جوده النوم، يعني انا نايم وحد بيتكلم جنبي، في ضوضاء، في ضوء، مش قادر انام كويس. جوده النوم اما تقل جوده النوم بتقل المناعه معروف، بس جوده النوم كمان تزود نزلات البرد 5 اضعاف. يعني معنى كده اللي بيناموش كويس، اللي فاتح التلفزيون او المحمول جنبه ده 100% هيجيله نزله برد لو موجوده في المجتمع. دي خطيره. حاجتين مهمين جدا كمان، طلع ان في علاقه بانخفاض درجات حراره الانف والضوضاء، بتقلل درجه حراره الانف نص. الاخطر من كده الرضع، احتضان الرضيع يرفع مناعته لاسباب كثيره جدا. طلع بقى ان ابعاد الرضيع عن صدر امه يخفض درجه حراره الانف نصف درجه ويزيد من معدلات نزلات البرد. خطيره جدا.